صباح الخير، السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الخيار المخلل. نشرب الاول الشاي بتاعنا اللي كلنا بنشربه الصبح بدري دلوقتي، وان شاء الله صباح جميل، صباح كله سعادة ورضا من الرحمن. ونصلي كده على الرسول ونبتدي نعمل الخيار المخلل اللي انتوا طلبتوه مني. هنا معانا البرطمان ده بنغسله بميه مغليه وننشفه كويس، ويستحسن يكون ازاز لان البلاستيك ليه ارقام من الجوده والصلاحيه، يعني اللي هو ما بيجيبش الامراض. فاحنا ما عندناش الثقافه ان البلاستيك ده هل ده ينفع او ما ينفعش. المهم نحط فصين توم كده في اللي هي كماده حافظه التوم. وطبعا في متابعين كتير طلبوا مني المخللات، فاحنا هنعملها توالي ورا بعض يعني، وان شاء الله هوريكم كل المخللات، كل اللي تطلبوه طلباتكم اوامر. هنجيب بقى هنا لتر ميه، ويكون ميه مغليه ونسيبها تهدى شويه. وده ملح البحر، يعني ملح البحر ده من ال الحاجات الصحيه اللي ما فيهاش اي اضافات. الملح الرشيدي، الملح البحر اللي هو الملح الحصى، انا اتعمدت اجيبه واوريه لكم عشان انا بشتغل بيه على طول، حتى لو طحنتيه بينفع. هنجيب الخيار كده وناخد الحته الزر ده اللي بيقولوا عليها الزر، بنشيلها. عايزين بقى نعمله بنشيلها عشان مثلا تتخللوا الميه، وفي ممكن تعملي فتحه صغيره في الجنب، بس هي احلى كده. وممكن تقطعيه ترانشات، لان الخيار ده هناكل منه تاني يوم. ولما تجيبي خيار برضو، لو فضلت معاكي 3 خيارات، هاتي برطمان المربى وتعملي الطريقه دي برضو اللي هتشوفيها فيه، بدل ما يترمي خساره. الخيار بنجيبه بيقعد يبوظ ويترمي، وهو من الحاجات الجميله الصحيه جدا. والمخلل بنستعمله في كل حاجه، في كل اكلاتنا. وبدل ما نجيبه من بره ونرصه بطريقه جميله كده، ونرصه وما نحطوش بشكل عشوائي، عشان نعرف ياخد كميه كبيره، ونعرف نستفاد بكل الخيار بتاعنا. نرصه كده ونزنقه جنب بعض كويس، وطبعا نقعد نرص فيه لغايه ما نملى البرطمان بتاعنا. ونكون بقى محضرين الميه دي المغليه، واهو مليناه. ممكن لو معانا قرنين مثلا فلفل بتديه تيست حلو، نحضرها جنبنا ونحط فيه. ما بتحبيش الفلفل الحامي ما تحطيش، لكن ليمون لا، لو حطيتي ليمون هيديه طعم ممرر. وممكن ده هناكل منه تاني يوم او بعد 6 ساعات ان شاء الله. هتجربي وتشوفي. اهو ممكن نقطعه كده، كل الخيار نقطعه كده ونعمل منه برضو نوع. وممكن تقطعيه ترانشات كده اهو. الترانشات دي ممكن في السندوتشات للاطفال لانه مفيد جدا، واصحاب الضغط المنخفض لما بياكلوه بيبقى جميل وبيظبط الدنيا معاه. بس بعد ما عملناه بقى هنحضر الميه بتاعتنا. هنجيب لتر ميه بتكون مغليه ومهديه شويه، مش يعني بدرجه حرارتها العاليه، بنخليها تهدى. ونحضر الملح بتاعنا. وانا عايزه اقول لكم، عايزه اشكر كل المتابعين اللي هم بيقولوا لي تسلم ايدك. انا بفرح جدا بالكلمه دي، وبيشكروا في القناه. اهو هنا معانا بقى هنحط نص معلقه سكر اللي بيخليه مقرمش الخيار وجميل، وشويه كاري، وشويه عصفر، وهنحطهم هنرشهم على الخيار بتاعنا. ودي معلقه ملح ليمون اللي هي بتدينا زي ما تقولي ملح الليمون بيدينا الحافظه، الماده الحافظه اللي ما يخلوش يعمل الفطر الابيض. هنجيب بقى للتر ميه نحط 5 معالق كبار ملح الرشيدي، ده الملح الحصى، ده احسن ملح في السوق، يعني ما تقطعوش من بيتك خالص. هنجيبه وهنحط عليه لتر الميه وهندوبه ونقعد نقلب فيه. احنا حطينا وممكن لو معاكي ورق زيتون تحطي عليه، معاكي ورقتين لورا حطيهم معاه، دول بيخلوه جميل جدا وانضف واحلى من بتاع المحلات. احنا ما بنعرفش المحلات اللي بنجيب المخلل فيه احنا عايزين نحمي نفسنا ونحمي ولادنا ونبقى محترمين في البيت، ناكل اكل نظيف واكل صحي ورخيص ومش مكلف. والف شكر. واللي يشوف القناة يعمل لايك ويتابعني، وهيشوف كل جديد وكل مفيد. دلوقتي هنبتدي بقى نقلب كويس. هنقلب كويس في المية بتاعتنا دي
وبعد كده هنحطها فوق الخيار لغايه ما يدوب الملح بتاعنا بقى كده، عشان ايه اول ما بيخش على الميه السخنه بيبتدي يدوب، فما نحطوش سليم، لازم ندوبه. وابقوا اشتركوا بقى في القناه. بس هنجيب بقى هنجيب الخيار، احنا حطينا فيه هنا قرون الفلفل عشان نديله تيست جميل كده ويدينا نكهة حلوة، وهو مقرمش وبيبقى جميل. هناكل منه بعد 6 ساعات. هنجيب بقى كيس ونقصه ونحطه فوق البرطمان ونقفله ونحكم غلقه. ليه؟ عشان ما يدخلش هوا. اول ما نقفله كويس، نقصه كده عشان ما يبقاش معاق فيه، نقفله كويس ونحكم غلقه ونحطه في مكان مظلم. وبعد 6 ساعات ممكن لو فتحتي هتاكلي منه. وهنعمل برضو للجزر والفلفل والبدنجان وكل المخللات ان شاء الله، ومش هتكلفك حاجة من بره. بصوا شكله جميل ازاي، وشكله نظيف وانتي عارفاه عاملاه، وهو شكله، بصوا شكله جميل ازاي. وبعد 6 ساعات ان شاء الله ادي المخلل بتاعنا، بشوفوا منظره اتغير ازاي وتخلل بعد حوالي 6 ساعات، ومحتفظ بجمدانه وشكله جميل وطعمه اجمل. وده صحي لانه ما فيهوش مواد حافظه جدا، والميه بتاعته بتبقى مفيده، يعني ممكن ناخدها بتعالج المعده وبتعالج وبتدينا بكتيريا النافعه، اللي هي ميه المخلل الخيار دي بالذات فيها بكتيريا، فيها البكتيريا النافعه اللي هي بتحتفظ بالكالسيوم والبوتاسيوم، ما بنخلوش الجسم يفقده، وبتبقى جميلة جدا وبتغذي وبتعالج الزغطة وبتعالج حرقان المعدة، لانها بتقفل المريء وبتمنع ارتجاع المريء والحموضة بتاعت المعدة، وجميل جدا ومغذي جدا. وبيحطوه في السندوتشات عشان المشويات والحاجات اللي فيها السمنة، بيساعد على الهضم، ونعمله في بيتنا، وحاجة مفيدة وحاجة جميلة جدا. وهو شوفوا بقى شكله، حتى الفلفل اللي حطيناه فيه لو اتخلل بالطريقه دي بيبقى مستوي وجميل. هنطلع واحده بقى مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي، وبيبقى مقرمش وجميل جدا اهي. شوفوا مخلل وصحي وبيتي وما فيهوش لا البكتيريا، الحاجات اللي بيحطوها المواد الحافظه، ودي خطر على معدتنا وخطر على عيالنا، فلازم نعمله في البيت. وزمان كانوا بيشربوا ميه المخلل واحنا ما نعرفش ليه، لانها ثبت ان هي مفيده جدا جدا جدا. شوفوا شكلها اتغير خالص من اللون الاخضر الغامق، لان ماده اللاكتين دي نزلت في الميه، وهي بتفيد جدا، بتساعد الجسم يحتفظ بكل المواد اللي فيه اهي. ولازم ناكله في كل اكلاتنا، وحتى امراض الضغط بيساعدها، السكر بيظبطه، للنساء برضو مفيد جدا. فتملي نعمله لاولادنا في البيت، ودول ب5 جنيه، يعني ب5 جنيه احنا بنروح نشتريه وبنأذي بيه ولادنا وبنأذي بيه نفسنا. اهو هنبتدي بقى نعمله. شوفوا جميل ازاي، شوفوا شكله ومقرمش وطعمه تحفه، وممكن يقعد فتره طويله جدا. يعني بعد ما تحطيه ممكن تحطي البرطمان في التلاجة وتطلعي منه كميه قد كده، هيكفينا اكتر من كده، هيكفينا في السندوتشات. مفيد جدا، خصوصا ان هو بيشيل الدهون اللي بتبقى في السندوتشات والزيوت اللي هي بتتقلي كذا مرة. وما تنسوش بقى اللايك للفيديو والشير واشتركوا في القناة. والسلام عليكم.